بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المشاهدين، نستكمل مع حضراتكم المشوار الكروي للنجم إبراهيم الوشاحي، نجم النادي المصري ونادي السويس ونادي الاتحاد ومنتخب الشباب تحت 19 سنة والمنتخب الأولمبي ومنتخب مصر الفريق الأول، والذي انضم في بداية حياته للنادي المصري عام 1976 واستمر في النادي المصري، تدرج في المراحل السنية حتى عام 1990. نستكمل اليوم الحلقة الرابعة من مشوار كفاح ونضال بين جدران النادي المصري البورسعيدي. كابتن من الطراز الفريد كابتن إبراهيم الوشاحي يعتبر أفضل لاعب خط نص في مصر منذ أن جابتها الكرة المصرية. كابتن إبراهيم الوشاحي الذي تحدث عنه الكثير والقصير سواء النقاد الرياضيين أو المعلقين أو المدربين، فقد تدرب على يد عظماء الكرة المدربين الأكفاء أمثال الكابتن فتحي نصير والكابتن الراحل عادل الجزار، والمدربين الأجنبيين الأجانب خاصة منهم هيدركوت الذي كان يتدرب تحت يده في منتخب الشباب تحت 19 سنة، وتدرب تحت يد الكابتن الراحل أيضا الكابتن محمد السياجي نجم نادي المحلة السابق ومدرب المنتخب الشباب تحت 19 سنة، وتدرب أيضا تحت يد الراحل كابتن عبد صالح الوحش، والذي ضمه لمنتخب الأولمبي الذي شارك في بطولة البحر الأبيض المتوسط بدولة المغرب عام 1983، ثم ضموا أيضا الفريق القومي الأول. إبراهيم الوشاحي صديق العديد من اللاعبين البارزين وعلى رأسهم الكابتن محمود الخطيب الشهير ببيبو. كان زميل للملاعب مع الكابتن شوقي غريب، مع الكابتن زكريا ناصف، مع الكابتن طاهر أبو زيد، مع الكابتن تيسير بدوي الذي كان يلعب ضمن فريق النادي الأهلي في هذا التوقيت، نجل الراحل محمد بدوي فتاكا. نستكمل اليوم حضرات المشاهدين الحلقة الرابعة مع النجم الخلوق المؤدب صاحب الأيادي البيضاء كابتن إبراهيم الوشاحي. مساء الخير يا كابتن إبراهيم. مساء الخير يا كابتن. بسم الله الرحمن الرحيم. عايزين نستكمل بقى مع حضرتك قصة الكفاح داخل النادي المصري وداخل الملاعب المصرية. أنا بعد ما سبت النادي المصري ورحت النادي الأهلي، وكانت الإصابة بتاعتي كانت جامدة جدا، وكانت رجليا كانت يعني رجلي اليمين دي ما كنتش قادر أمشي عليها. رحت لاتحاد الكورة، شافني الكابتن فتحي نصير، قال لي مالك يا ابني وبتاع، قلت له أنا رجليا من بعد الماتش ما كنتش قادر عليها. ورحت النادي والنادي شافتني، قال لي ما انت اتصبت فين؟ قلت له اتصبت في المنتخب. قال لي خلي المنتخب يعالجك. قال لي لا بس كده. فراح مكلم الوحده الطبيه في النادي الاهلي، وعمل لي وجبات يوميه، وعمل لي اقامه في الاتحاد الكوره، لان كان في الاتحاد الكوره كان في اقامه كامله داخل اتحاد الكوره، كان في اوض ومكيفه وكده. فكنت انا ببات هناك، وكان الفطار والغداء والعشاء في النادي الاهلي. وغير كمان كده كان بيقابلني بقى زملاء كتير، منهم كابتن طاهر ابو زيد كان في اصابه هو، وكنت انا يعني بنتعالج مع بعض وبنجري على التراك، وقال له وشاحي شد حيلك وبتاع، نتتهم نفسيتهم كويسه. كان كابتن خطيب برضك قابلني في الفتره ديت، قال لي اشوفك امتى وشاحي وكده، يعني قعد يمجد فيا. وهو كان حتى كمان ما كنت اصغر لعيب في المنتخب، وكان يجي يقول لي البنيه بتاعك ايه تاكل البنيه بتاعك يا كابتن، وكنت اتحرج قوي ان انا اقول له، يعني اقول له البنيه اللي انا الغدا اللي انا اكله، اي حاجه اللي انت هتاكلها يا كابتن انا هاكلها. وبعد كده دخلنا بقى، كنت بقى بدخل مختص، وكان بتعالج من عضلاتي، وكان الحمد لله رب العالمين قعدت لغايه مباراه المصري والاهلي، كانت اللي هي 3-2 بتاع جون علاء ميوب. انا رجعت وجريت ونزلت التمرين مع النادي، كان ايامها بوشكاش موجود، وكان كل زمايلي موجودين،
فاتحطيت في ال 18 لعيب. بعد الاصابه على طول باسبوع جالي التاهيل في النادي الاهلي ورحت النادي المصري. ف الكابتن بوشكاش حطينا احتياطي، وكان معايا طارق سليمان، وكان معايا حسين قضيه، وكان معايا جمال خضري. وكنت انا قاعد بس عايز العب برضك وانا من النوع اللي انا ما بحبش انا اقعد بره. فالماتش كنا كاسبين وكده، وفي لعيب معانا كان اسمه حسين قضيه، ده كان تملي لما نيجي كان بوشكاش يحبه قوي، كان ليه دلاله على بوشكاش قوي. فقال له حسين قوم سخن. كابتن عوض الحارثي جرى وراه قال له لا ما يسخنش، ده كان ساعتها وقت حدث الجون اللي دخل علينا. قال لي مش قلت لك بلاش حسين قضيه، ده مسكوا في بعض عوض الحارثي وبوشكاش. بعد كده لقيت الكابتن بوشكاش وشاحت شنش، قلت له انتوا ليه؟ قلت له انا مش لاعب دلوقتي، العب فين؟ بعد ما خربت هتنزلني؟ مصطفى الحاج مصطفى الشناوي جرى ورايا وقلعت الفالنه وبعدين نزلت التايم الثالث بعد بقى الاحداث بتاعه طارق سليمان مضيع الهدفين، وكان جنبه مسعد، المفروض كان نعطيهم لمسعد، كان مسعد يعني كان هو لعيب كبير والله يرحمه، وكان هو عنده خبره اكتر من طارق سليمان، وكان ممكن يخلص الماتش بالكورتين دول. وكان شوبير كان موجود، كان ساعتها كان شوبير موجود في الجون. فنزلت التايم الثالث، فلعبت حوالي اللي هو حوالي نص ساعة أو أقل من نص ساعة. عملت كرة في المقص وكنت عامل شغل كويس جدا. كان الكابتن عبد الصالح الوحش موجود وفؤاد شعبان، على طول ضم انضمامي تاني يوم ليلة الإغراف في النادي المصري بحضوري اتحاد الكورة لقاء مباراة الكونغو ومصر. سنة كام كابتن؟ دي سنة 82، دي سنة 82 ف خدت بقى الجواب وخدت حاجتي وظبطت نفسي كده ورحت مسافر. كان الفندق اسمه كايرو جيرون في العجوزة ورا مستشفى العجوزة. رحت هناك فلقيت نفسي محطوط ضمن الناس اللي موجودة وكده، ورحنا التمرين وبقيت متواجد في التمرين وهلعب المباراة يعني كان هو تملي الكابتن عبد الصالح الوحش بيحكوا كل لعيب فينا ان هو هيلعب الماتش او نلعب المباراة. وكان الكابتن خطيب كان هو كابتن الفرقة، وكل ما مثلا انا اخد اذن ولا حاجة كان يقول لي اذهب للكابتن خطيب. فالكابتن خطيب يقول لو شاهد انت عايز حاجة بتاع، كان زي الاب معايا يعني، لان كنت اصغر واحد فيهم في وسطهم يعني. فسافرنا بقى الماتش ده، ماتش الكونغو. فنزلنا الكاميرون استرانزيت. افتكر الماتش التمرين اللي احنا حطيناه، التمرين ده كان الجو في الساعة حوالي كان الظهر، ونزلنا الملعب وعمل تقسيمة الكابتن عبد الصالح الوحش، والجو حر جدا. الكابتن خطيب طلع وراح اللعيبه كلها طلعت وانا قاعد اكمل وانا مش داري، نفسي كويس، اللياقه البدنيه عاليه عندي، فانا مش اخد بالي يعني ان يعني من نيه صافيه يعني. فطلعت بعد ما خلص التمرين، طلع حضني كابتن خطيب والكابتن عبد الصالح الوحش، قال لي بسم الله ما شاء الله، ده احنا ابني احنا كلنا تعبنا، انت يعني. فالمهم كانت التقسيمه ديت، وكنت هلعب